السلام عليكم، معاكم أميرة أبو زيد. بعتذر طبعا عن صوتي لأني واخدة دور برد اللي هو كلنا بناخده ده. هنعمل مع بعض الوصفة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، وصفة جميلة جدا، ممكن للفطار، ممكن للعشاء، وكمان جوه نص الليل. بنبقى كمان محتارين في سندوتشات اللانش بوكس، نقدر نعملها برضو لولادنا في سندوتشات اللانش بوكس. زي ما انتوا شايفين كده أنا بقطعها كده زي ما انتوا شايفين. قطعتها زي ما انتوا شايفين مثلثات زي البيتزا. شايفين؟ هنشوف مع بعض الجبنة وهي بتمط، المطة رهيبة بصراحة. شايفين؟ ياه على الجمال. بجد طعمها تحفة. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي. شايفين الجبنة؟ تحفة. المقادير معايا موجود عندنا في البيت، او ممكن يعني لو عاوزة تشتريها. معايا هنا معلقة صغيرة من السمن البلدي او اللي هي زبدة، تقدري تحطيها كده لحد ما تسخن معايا كويس جدا. معايا هنا لانشون، لانشون بيف ولانشون فراخ. حاولت ان انا اعمل كده ميكس بينهم. وهعمل زي شكل وردة كده. هحط واحدة من البيف واحدة من الفراخ. هحاول اعمل المسافة بتاعتي تاخد الرغيف العيش، يعني مش عايزة اعمل اكبر من المسافة بتاعة العيش. هحط كمان في النص زي ما انتم شايفين كده القطع الصغيرة اللي اتقطعت مني وانا بقطعها، بحطها في النص. هحاول اوزع السمنة بس لكل اللانشون عشان ميبقاش في مكان واحد ومكان لأ. معايا هنا بيضاية حطيت عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وضربتها كويس زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ كده اوزعها علشان تخلي المكونات كلها تكون متماسكة مع بعضها. تمام. هبدأ بقى هنا احط ميكس جبن. معايا هنا شوية من الجبنة الشيدر وجبنة موتزاريلا الموجودين عندي، بوزعهم كده. وكمان عندي شوية من الشيبسي هقدر احطهم مع الساندوتش التحفة ده. يبقى الساندوتش بتاعنا مليان كل حاجة احنا بنحبها. انا مهديه النار طبعا عشان الجبنة تسيح وكمان اللانشون بتاعي ما يتحرقش مني. بحط هنا الشيبسي زي ما انتم شايفين كده، بوزعه. هبدأ بقى اجيب رغيف العيش بتاعي اللي هو الشامي او البلدي، وهحطه على كل المكونات دي واضغط شوية كده على اساس ان هما يتماسكوا كلهم مع بعض. هحاول اقلب بقى كل الحاجات دي، هقلب الرغيف بتاعي علشان احمص العيش شوية. هحاول اقلبها بالراحة على اساس ان هو مفيش حاجة طعم مني. تمام كده. بحاول اظبط الساندوتش بتاعي، هلم كل الحاجات اللي نزلت برا الرغيف كده وهدخلها على الرغيف واظبط شكله. وهتأكد ان العيش خلاص اتحمص معايا وهبدأ اطلعه تاني. خلاص احطه في طبق التقديم بتاعي. تمام كده. وحطينا الساندوتش بتاعنا او العشاء بتاعنا في طبق التقديم، ورشيت شوية كده من الكزبرة الخضراء عشان يديه شكل وكمان طعم حلو. وهنقطعه مع بعض زي ما انتم شايفين بطريقة سهلة خالص بقطعة البيتزا.
واحلى سندوتش تقدري تعمليه بجد تحفة. تقدري تحطي الحشو اللي انتي حباه والمتوفر عندك، وبرضه هيكون طعمه حلو جدا. تمام كده، هنشوفه بقى مع بعض زي ما شفناه في اول فيديو. انا هنا تنيت الساندوتش بتاعي بمط كده الجبنة، تحفة تحفة رهيب. ان شاء الله هتجربوا الوصفة هتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكانت معاكم أميرة أبو زيد، واشوفكم على خير. باي باي.